بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. دايما في أذكار الصباح والمساء بندعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن احنا نستعيذ من الهم ومن الحزن، ربنا يبعده عننا جميعا يا رب العالمين. والحقيقة الحزن من ضمن الحاجات اللي بتتعب النفسية جدا جدا، وبتتعب الصحة جدا، وصاحبها بيبقى شخص على طول تعبان، على طول زعلان، على طول في حاله، على طول مش قادر يكون في تجمعات، ويعني يخرج ويضحك ويمارس حياته بشكل صحيح وبشكل متوازن. بعض الناس بتقول إن السعادة ليها ناس والكآبة والحزن ليهم ناس، بمعنى إن السعداء هم طباعهم كده، طباعهم سعداء وناس فرفوشة وناس جميلة وبتحب الحياة وبتضحك، وهم دي طباعهم واتولدوا كده. أما الناس الحزينة اللي دايما وشها فيه شوية يعني عبث شوية، زعلانة على طول، متضايق على طول، حزين من أقل شيء، هي برضو الناس دي طباعها كده وهي اتولدت كده، وده نمط حياتهم. هل السعداء بيبقى ليهم نمط وليهم صفات؟ وهل الناس اللي دايما حزينة ليهم ده طبعهم وليهم صفات وليهم نمط معين؟ هل السعادة أصلا متوقفة فقط على علاقة العبد برب العالمين؟ لما تكون علاقتي قوية برب العالمين هكون سعيد وفقط، ولا في بعض الخطوات الأخرى؟ السؤال اللي دايما ناس كتير جدا جدا بتسأله: إزاي أكون سعيد؟ قولولي خطوات أعملها وأنا هنفذها عمليا، بس أنا عايز أكون فعلا سعيد. هترد على تساؤلاتنا النهارده ضيفتنا اللي مشرفانا الاستاذه والكاتبه حنان محمد صالح، والناشطه الحقوقيه. السلام عليكم واهلا ومرحبا يا استاذه حنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. مرحبا بحضرتك. توقفنا في الحلقه السابقه وكلمنا عن اسباب السعاده، وحضرتك ما شاء الله عرفتينا ايه هي الاسباب اللي ممكن تخلينا سعداء. النهارده بقى احنا عندنا تساؤل من ناس كتير: هل الشخص السعيد هو طبعه سعيد، هو كده دي شخصيته اتولد كده وده نمط حياته، والإنسان الحزين برضه هو ده طبعه واتولد كده؟ هو في جزء، في أشخاص زي ما قلتيهم فرفوشين، يحبوا يضحكوا ومبسوطين مقبلين للحياة، هذا طبع فيه. لكن وهذول اللي عندهم السلام الداخلي، طبعا هم راضين باللي عندهم الرضا وعندهم سلام داخلي. فتأثير الأحداث اللي تجيهم يقدر يتعاملوا معاه أو يتكيفوا معاه، مم. إذا صح التعبير هو تكيف. وفي أشخاص طبعا هو الإنسان صعب إنه نقول إنه ما يحزن، يعني إنسان كائن حي مو مم. جماد، مم. حيتفاعل مع الآخر، مع الحضور، مع المجتمع اللي هو عايش فيه. آه، إنسان إنه يفقد عزيز له، أو إنه يصاب بمرض، أو إنه يعيش في حروب، ظروف قاهرة، مم. حيأثر فيه، يعني غصبا عنه حيحزن، يعني هو مو بإرادة، في ظروف حتجبره إنه يكون حزين. مم. لكن أحيانا أنا بشوف، يعني أحيانا والأغلبية عندنا الإنسان طبعه نكدي، أيوه. يحب مم. يستجلب النكد لنفسه. زي عنده كل شيء، مثلا عنده الصحة والعافية والأطفال، زي ما قلنا مثلا واحدة يكون عندها بيت وكل شيء لكنه صغير وعندها أطفال كثير، ما تستمتع بهذا الأمور، لا تفكر في البيت الكبير. لو كان عندنا بيت أكبر كنا حنرتاح. لو أوكي، يمكن يوم من الأيام يجي البيت الكبير ما يكون هذول الأطفال أو هذا الاستقرار اللي أنت عايشة فيه موجود. ليش مم. نروح نحن نستجلب الزعل والحزن والنكد لنفسنا بدل ما نعيش اللحظة؟ مو مم. معناته إننا نكون قناعة ونستسلم، لا، نطور نفسنا، نغير كل شيء، بس نستمتع باللي عندنا. لكن الإنسان زي ما قلت لك يجلب النكد ده، ما يعيش اللحظة، لا، يفكر في الأمر اللي ناقض طوالي. مم. حتى نحن تعودنا على هذا الشيء، كأنه الأمور لازم تكون تعيسة وإننا نعيش بحزن.
إذا عشنا في لحظات ضحك وكل شيء، للأسف الكلمة اللي بعدها دائما الله يعطينا خير هذه الضحك. ايوه، اضحكي. بالظبط بالظبط. لو دايما قلنا لما تلاقي حد عمال بيضحك وبيضحك كتير، ممكن اصلا عينه تدمع من كتر الضحك، تلاقيها قاعده كده تقول ربنا يستر ربنا يستر، انا بخاف قلبي مقبوض بعد الضحك ده كله هيحصل ايه. طب يا ستي ما تضحكي وتتبسطي وخلاص. هذا اللي أنا قاعدة أقول لك، انبسطي افرحي بيها، يعني أعطيها حقها. ليش نحن طوال نتوقع إنه حيجينا الأسوأ؟ يعني هذا اللي بالظبط. أنا قصدي، إنه نقول لما قلت الإنسان نكدي إنه يستجلب النكد. طب عيش النكدة، ايوه انسى ما ايوه. تعرف. أمم. لأنه إذا أنت عشت لا تستكتر على نفسك، يعني حتى إنك تكتر الضحكة والفرحة دي، لا تستكتر على نفسك انسى، أمم. وربك كريم حيعطيك الأفضل. اه. وبعدين كل متوقع فالله نبوءات، يعني انت متوقعه دايما الاحزان، متوقعه الحاجات السلبيه والسيئه. لا قدر الله، ما انت على يعني الله سبحانه وتعالى انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. انت ظن برب العالمين حاجه لا قدر الله مش كويسه هتقع. فعلا فعلا. وإنه لا نستسلم، يعني حتى الحزن أو الحزن اللي يجينا وكل شيء والظروف، إنه لا نستسلم. لأنه أنا بشوف الحزن والمصايب زي الوحل، إنه تسحب الواحد لتحت، توصلك إلى القاع. إذا أنت ما قاومتها بأنك تتقبل هذا الابتلاء اللي جاك من الله، وترفع نفسك وتخرج من هذا الوحل اللي أنت موجود فيه، مم. حيجذبك للآخر. وزي ما قلنا إنه ربما تجيب أمور ثانية أسوأ وأسوأ. اه. فنحاول إننا لو جاتنا لحظة حزن أو تعاسة أو أي مصيبة، إننا مم. نحاول نخرج منها مباشرة، إننا نرضى باللي الله كتبه ونتقبل ونشوف الناحية الإيجابية من هذا الأمر اه. ونستمر. تمام. طيب، هل السعاده يا استاذه حنان متوقفه تماما على مدى علاقه وقرب العبد من ربه؟ والله طبعا السعادة من أنواع السعادة اثنين، هي يعني يمكن سعادة آنية اللي هي قصيرة المدى اللي هي تكون في الدنيا، والسعادة اللي هي الأبدية في اه. الآخر، اه. تكون في الجنة في الفردوس الأعلى. مم. فالسعادة الآنية اللي نحن نعيشها في الدنيا دي آه، يمكن أي واحد يعيشها، لكن إذا كان واحد عنده قرب من الله وكل أمر يقوم به بما يرضي الله، هذا حيكون سعيد أكثر شيء. يعني مم. مم. في أحيانا أمور الواحد تخليه سعيد وفرح، لكن مم. فيها معصية. مم. فالمعصية اللي تكون فيها مهما كان في ذيك اللحظة هو سعيد، لكن في داخله آه، فرحته ما تكون كاملة، عارف نفسه أنه عامل خطأ. مم. لكن إذا كانت بما يرضي الله وبالقرب من الله، مم. فالسعادة تكون كاملة إلى حد ما في الدنيا. طبعا السعادة اللي نحن حنعيشها نحاول أي شيء إذا كان وفق رضا الله والطريقة الصحيحة للإنسان المسلم المؤمن، مم. فهذه السعادة اللي قاعدين نعيشها في الدنيا هي اللي حتوصلنا للسعادة الآخرة، سعادة في السعادة في في الدار الآخرة. الآخرة. وهي دي هي السعادة الحقيقية اللي كلنا أصلا مفروض بنسعى ليها. يعني سعادة الدنيا بنطمح ليها، لكن هي سعادة مؤقتة في دار مؤقتة. هي مو نحن عايشين في الدنيا دي، نحن حتى إنه دينيا نحن عندنا إيش اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي وفي الآخرة الآخرة حسنة حسنة. إننا اه. قنا عذاب النار. إيه. مم. فنحن نجد ونعمل إنه بحيث إنه نكون ما نكون تعيسين. يعني في بعض الأشخاص عندهم نظرة هذه الدنيا ناقصة ما فيها، أوكي، لكن فيها الله أعطانا الصحة والعافية وقال لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، مم. وأدانا مم. الشهوات اللي نحن نستمتع فيها ونعيشها وكل شيء. الله خالق هذا الجسد وعارف الأمور التي تجعل منه سعيد.
إمم. لكن تكون وفقًا لرضا الله عشان السعادة تكون كاملة. تمام جدًا. طيب السؤال المهم جدًا يا أستاذة حنان، ما هي الخطوات العملية للسعادة الحقيقية؟ اديني خطوات عملية أتبعها عشان أكون إنسان سعيد. والله أول شيء هي استشعار النعم التي لديك. إمم. أول شيء إنه كل ما نقوم أنت قمت بصحتك فهذا اليوم الله أعطاك يوم جديد في مكان آمن، عندك طعامك الجيد وأكلك الجيد، تخرج براحة، تتحرك براحة بدون قيود. استشعر هذه النعم، إمم. إنك نستشعر هذه النعم بيجعلنا إيه؟ سعيد، إمم. سعداء، لأنه هناك آخرون ليس لديهم هذا الشيء. إمم. آه، الاكتفاء المادي اللي عندنا، عندنا أمور كثيرة بس نستشعرها، هذا أنا بشوف إنه أول شيء لازم نستشعر، والرضا باللي عندنا، بلاش إنه ننكد على نفسنا، وبدل ما نعيش بالأمور اللي الله أعطانا بيها لا ننكد عشان في شيء ناقص. إمم. يمكن الشيء الناقص اللي نحن قاعدين نسعى له يمكن هو يكون سبب تعاستنا ما نعرف. أنا آه. دائما باخذ قصة ملك فاروق، إمم. ملك مصر، كان آه. يتمنى إنه يكون عنده ولي عهد، وزوجته الأولى الله رزقها 3 بنات، إمم. مع الزوجة الثانية لما جاء ولي العهد راح الملك، أيوه. صار في منفى، يعني السعادة والراحة وكل شيء اللي كان عايش فيه راح. فنحن إمم. ما نعرف الشيء اللي احنا نتمناه هل سيجلب لنا السعادة أم الحزن، ما نعرف. فخلينا إمم. نحن باللي عندنا نستشعر ونعيش اللحظة ونثبت فيها. ثاني آه. شيء وهو إمم. الأهم، سعادتنا إنه الله اصطفانا، إمم. اصطفانا من أيوه. هذا الخلق كلهم وجعلنا من المسلمين، ما إمم. جعلنا نركع ونذل إلا له. الحمد لله، نحن الحمد ما لله. نركع لصنم ولا جبل ولا لإنسان مثلنا، إمم. هذه نعمة. فكل ما تفكر فيها المفروض تكون سعيد. الحمد لله أنا ما قاعدة أنذل أي أحد. بالضبط. إمم. فنحاول نستشعر هذه النعمة اللي لدينا. هذه أهم نقطة. أنا يعني يمكن تقولي لي أنت خطوات، أنا أهم خطوة عندي وهي الأهم الاستشعار بالنعم، وإننا نعيش اللحظة إمم. ولا نفكر في القادم. إمم. تمام جدًا. طيب بعض العادات اللي بعض الناس بتتبعها بتخلّيها حزينة وبتبعدها عن السعادة، زي مثلًا المحيط اللي حواليها كلّها ناس مكتئبة، كلّها ناس حزينة، بتصدّر لها طاقة سلبية، يعني تحاول مش هنقول يعني تقطع مثلًا لأصدقائها ولا عائلتها ولا جيرانها، ولكن تقنّن العلاقة دي. بعض الناس بتمسك التليفون طول الوقت وتقعد تتفرّج على فيديوهات حزينة ومؤلمة وتجلب ليها السعادة. دي من ضمن العادات. كلمينا عن العادات الخاطئة اللي بتجلب الحزن وحضرتك يعني تنصحينا نبتعد عنها. وهي نفسها شفتي زي ما قلتي إنه محيطك مهم. إمم. طبعا يعني حتى في السنة تأثير الصديق إنه يا ماسك العود أو نافخ نافخ الكير. يعني كحامل المسك ونافخ الكير. يا حامل المسك ونافخ الكير. إمم. فالمحيط مهم. في أشخاص إيجابيين فعلا يرفعوا من طاقتك الإيجابية ويخلوك تتقدم وكل شيء، وفي ناس محبطين، إمم. يعني أي خطوة تبي تسويها لا يحبطوك، لا ما تقدر، لا الحياة هي كده والدنيا كده وأنت ده تبغى السعادة في هذه الدنيا، ويعطوك الأمور السلبية. فأول شيء إنك تبتعد
أنت كشخص تبتعد أول شيء عن التفكير السلبي. إمم. لا تأخذ دائما إنه الأمر بطريقة سيئة، طريقة سلبية. هي قالت هذه الكلمة إيش معناتها، وأروح أفكر فيها بطريقة سلبية. أوكي قالتها مشيها، طنشيها، انسيها، روحي خطوة ثانية. إمم. ليها إذا هي مشكلة أو شيء، حل المشكلة وروح الخطوة الثانية. لكن بلاش إن كل شيء ناخذه بتفكير سلبي. إمم. المحيط مهم. إذا كانوا أشخاص سلبيين وهم مو جزء أساسي في حياتك، تحاول إمم. إنك تبعد، خاصة الشكوى. نفس الشيء إذا أنت بتحب كثير الشكوى الشكوى تحاول إنك وكثير تبعد. تصدير الطاقة السلبية، وإن الدنيا كلها سودة والحياة كلها وحشة والعالم كله هينتهي. أيوه، هذول الأشخاص أنت كمان لا شعوريا يمكن أحيانا تكون زيهم بس تشتكي، لأنه هم إمم. قاعدين زي ما قلتي يصدروا لك الطاقة السلبية والتفكير نفس الشيء أيوه. أيوه. السلبي. فأنت حتشتكي، فالشكوى هذه نحاول نبعد عنها، لا نشتكي إلا لله. إمم. ونعم بالله. يعني الواحد يقول لك كيف حالك اليوم، ما يقول لك الحمد لله بخير لا بس الأمس كان ظهري كان يوجعني ورجلي تقول أول شيء احمد إمم. الله باللي عندك أمور كثيرة في صحتك بالضبط، بالضبط. كاملة. فأنت صح. كيف تقول إنه تديني السلبي؟ أول شيء قول الشيء الإيجابي، امتنن، كن ممتن باللي عندك. فأول شيء زي ما قلت عوامل لك عادات التنشئة الذكر. والتربية يا أستاذة حنان ليها دور. يعني هو مثلا لو الأم دايما على طول مفرفشة وجميلة كده وعسولة وبتضحك، بتأثر على أولادها. لو الأب مثلا أو العكس، عشان ما يقولوش إن إحنا متحيزين للستات عن الرجالة ونقول إن الستات مفرفشين والرجالة نكديين، لو العكس الأم هي اللي على طول بتتضايق أو بتحزن. يعني أقصد التنشئة والتربية ليها دور مع الأولاد. نعم، البيئة لها دور. يعني زي ما قلت، إيجابية وفرفوشة، لأن هي أكتر شيء تكون مع الأطفال. حتى المشاكل اللي تجيها، حتى لو كانت مطلقة أو إنه عندها مشاكل صحية، لكن فرحانة ومقبلة وتحب إنها تفرح نفسها وكل شيء. في بعضهم منقلقين على نفسهم من باب إنه خايفين الحسد العين، فما يندمجوا مع الآخر ويمنع نفسهم. يعني حتى يعني للأسف يعني أفتكر في أشخاص كانوا حتى الضحكة والابتسامة يقولوا لك يعني إنه يقلل من شأن الإنسان، فبلاش نضحك. امم. يعني حتى هذا هو إنه مستكثرين على نفسهم حتى الابتسامة والضحكة. اه. مين قال؟ اضحك برزانة بعقل وكل شيء الواحد يتقبل منه. فمن الأشياء المفروض أن نبتعد عنها الشكوى الدائمة واليأس. لا نيأس، تمام. لا نيأس. يعني نحن في امم. الدنيا مؤمنين إن الله ما بين طرفة عين وانتباه هذا يغير الله من حال إلى حال. بالظبط ونعم بالله أكيد. فخلينا نكون متفائلين، والقادم أفضل وأجمل. امم. هذه أسباب السعادة زي ما قلت لك أول شيء استشعار، امتنان باللي عندنا، امم. باللي عندنا غيرنا مهم. البيئة لها دور، الأشخاص الإيجابيين المرحين نحاول أننا نكون متقاربين منهم، وأننا نصدر نحن كمان الطاقة امم. الإيجابية للآخرين، بلاش السلبية. والسلبيين نبعد عنهم امم. إذا ما تمام جدا. هم جزء طيب، من أستاذة حياتنا حنان نبعد. أخيرا قبل الختام، أثر السعادة على الشخص السعيد أو اللي بيحاول يطمح للسعادة ويحصل عليها، أثرها عليه إيه؟ هل هتفرق معاه في حياته ولا مجرد بس إن هو شخص يكون متوازن وإنه بيعرف يتعامل مع الناس ومع مصاعب الحياة؟ لا صحيا كمان داخليا، داخليا إذا الواحد سعيد وإنسان راضي، هذا مهم. مهم. استشعار يعني داخليا صحته تكون ممتازة. زي ما قلت لك إذا كان في عنده سلام داخلي، مم. ما عنده ذيك الصراعات كثيرة وكل شيء، مم. هذه أحسن. إنه يكون هذا المشاعر، السلام الداخلي هذا حيكون إيش؟ حيعكس في صحته، في مم. علاقاته، أيوه. متقبل من الآخر، يفرح بفرحك، يساعدك، يشجعك، يقوم معاك. لكن إذا ما عنده سلام داخلي هو خايف إنه أنت لو أنا ساعدتك
ربما أنت حتكون أفضل مني فأتوقف. لكن إذا ما عندك هذه المشاكل الداخلية والصراعات الداخلية دي، لا، حيكون إنسان مرتاح ذاتيا، متقبل، نشط، مرح، يساعد الآخر، إمم، ما عنده إشكال. حتى لو الآخر يكون في أفضل منه، ما عنده أي إشكال. تمام جدًا. هذا له دور. إمم. تمام أستاذة حنان، أنا باشكر حضرتك جدًا في النهاية على وجودِك معانا وعلى هذا الطرح المميز لموضوع السعادة. الحقيقة هي السعادة من ضمن الحاجات المهمة اللي كلنا محتاجينها في حياتنا، ومحتاجين نشوف إيه هي الخطوات العملية علشان نكون ناس سعداء، بنصدّر السعادة للي حوالينا والإيجابية للي حوالينا، ما نكونش ناس كئيبة أو حزينة أو بتصدّر طاقة سلبية للي حواليها. باشكرِك جدًا في النهاية الأستاذة والكاتبة والناشطة الحقوقية الأستاذة حنان محمد صالح على وجودِك معانا، شرفتينا ونورتينا، والشكر موصول لكل مشاهدينا ومتابعين برنامج قوارير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، وندعو الله سبحانه وتعالى أنه يجعل قلوبنا كلها سعيدة ومطمئنة وفي راحة بال وقلب يا رب العالمين. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.